مرحبا، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بألف خير وانتم عم تحضروا فيديو اليوم. راح كثير لكن الموبايل كت. صباح الخير، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بألف خير وانتم عم تحضروا فيديو اليوم. فيديو اليوم رايحين لحتى نجرب فيه واحد من افضل الصالونات بمدينه تولوز. رح اترك لكم عنوان الصالون هون وصفحته على الانستغرام. تقييمه 4.7 وتعليقات معظمها ايجابيه. رايحه لحتى اعمل ميش لشعري، وهي اول مره بعمل ميش لشعري، فخليكم معي لحتى نشوف النتيجه ونعطي تقييم للصالون. وهلا صار فيني نقول يلا خلونا نروح ونبلش الفيديو مع بعض. Like och subscribe. مرحبا، جيت لحتى نعطي تقييم وملخص للتجربة بشكل عام. أول إشي قديش أخذ معنا وقت هذا الميش وقديش دفعت. العملية كلها أخذت 3 ساعات تماما ودفعت 129 يورو. رح أقيم اللون أول إشي وبأعطيه 8 من 10، مع أنه كل أهلي عطوه بين 9 وال10، بس لأنه ما كان هذا اللون اللي أنا عبالي أعمله. ولكن صاحبة الصالون كانت كتير صريحة معي وقالت لي إنه شعري كتير غامق فما رح يطلع
فيه غير هدول الدرجات، والا بنضطر نعمل سحب لون وبياخد 6 ساعات ورح اضطر ادفع اكثر. بالنسبه للتعامل وقديش كانوا لطيفين بالصالون، فبعطيه بصراحه 10 من 10. وبالاخص يعني المرأة الكوافيرة اللي اشتغلت لي بشعري كانت بقمه اللطافه، بقمه الرواق، وبقمه الاكابريه، شرحت لي كل شيء اول باول. بالنسبه للصالون بشكل عام، النظافه، الترتيب، كل هدول الشغلات، فبعطيه بكل صراحه يمكن 1000% بس لاجل هذا الكرسي اللي كان عم بيعمل مساج وانا عم حمم شعراتي. فالتجربه بشكل عام قديش رح نعطيها تقييم؟ انا بعطيها 9 ل 9.5 من 10. عندي بس تعليق صغير بما يتعلق بالسعر، انه لما اجت عملت لي شعراتي سالتني اذا انا كيف بدي اعمله، فانا قلت لها انه بدي تعمل لي اياه شويه ملفلف يعني، وقالت لي ما بقدر لانه اذا بدي اعمل هذا الشيء بدي اضيف كمان على الفاتوره. بتمنى انكم تكونوا حبيتوا هذا الفيديو، خبروني تحت بالتعليقات شو رايكم باللون، وانتم قديش بتعطوه تقييم من 10. ومن هلا لحتى التقى فيكم بفيديو جديد حبايبي كالعاده، تاكدوا انكم تكونوا بصحه منيحه وتصبحوا على الف خير. باي.